الفقرة الثانية هتبقى حول الوضع والعلاقات التركية وأطماع تركيا في المنطقة وزيارة رجب الطيب أردوغان اللي بيهدف إلى عدم الاستقرار. رجب الطيب أردوغان هو عضو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، عشان بس تبقى الناس فاهمة، وتأسيس جماعة الإخوان المسلمين كان في مصر عام 1928، ثم تحول بعد ذلك إلى تنظيما دوليا ضم عدد من الناس من ضمنهم رجب الطيب أردوغان، عشان بس تبقى الناس عندها الثقافة كلها وفاهمة الخريطة ماشية ازاي. الأستاذ عصام شرف رئيس الحكومة المصرية، الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة المصرية، كان أحد أعضاء لجنة السياسات، وفي نفس الوقت أخوه عضو في تنظيم الإخوان المسلمين. يعني كانوا مقسمين الأدوار عشان يتعاملوا مع الواقع. ما هي البلد بقت غريبة جدا. ربنا يستحيي التتار لأن في مد، وإن تركيا بتحاول إعادة دولة الخلافة العثمانية الإسلامية، وإن لابد من التصدي لهذا الأمر. كل ده بيجهزوا الرأي العام في بلادهم في أوروبا وفي أمريكا. طبعا احنا مش واخدين بالنا إن احنا مسرح العمليات. احنا مسرح العمليات. الحقيقة الإعلام الإسرائيلي بيخدم على الموضوع ده كويس جدا. تعلموا ازاي تخدموا على حماية وطنكم والحفاظ عليه، مش تتعلموا هدم وطنكم وتدميره وجعله في مهب الريح. احنا للأسف الشديد الآن نحن مسرح العمليات، عشان تبقوا فاهمين الوضع. المعركة على أرض مصر، المعركة الدولية الآن على أرض مصر بدأت بمعركة دبلوماسية ربما تنتهي بمعركة حربية. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد.